السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل متابع قناة منوعاتي. أتمنى تكونون بخير وأنتم تشاهدون فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم كلش مهم وأيضا انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على برنامج الانستغرام والتيك توك اللي دائما المشاهير يفتحون عليه بثوث مباشرة. فاليوم بعد ما سمعنا كلام وردة العراقية بخصوص زينب بنت الديوانية، هذه الامرأة الفقيرة اللي ما خلصانة من لا المشاهير ولا من الناس. فاليوم وردة العراقية ظهرت في البث المباشر وظلت تحكي على زينب وتقول راح احرمها من البث المباشر وايضا راح ارفع عليها دعوة. فخلونا انا وياكم نشوف الفيديو اللي انتشر اليوم وهو ناس تداولته على مواقع التواصل الاجتماعي. فخلينا نشوفه سوية، وايضا اتمنى تكتبون ارائكم اسفل بالتعليقات لان ارائكم جدا مهمة، وايضا انا دائما اتابع كل تعليقاتكم اللي تنزلونها على الفيديوهات. هسه هي ما خلت احد ما حكت واني ما جايبه طاريها. هاي هن كل اللايف شاهد. قبل شوي كنت فاتحه لايف بالصالون، والله كانت العالم تحكي، قلت لهم لا خطيه ترى والله فقير. انت خلاص عندك تسجيلات اللايف السابق. هاي خلاص باكر اسجل عليها دعوه، واذا خليتها تفتح لايف هذا ذبه للكلب بعد. من حقه خد تفتح لايف. هذه وردة العراقية. طبعا اكو هواي ناس ما يعرفون ان هي مو كلش مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه وردة العراقية نزل عليها اكثر من مقطع فيديو واكثر من مقطع كان سلبي وايضا زائد 18. لكن الان بعد ما تعدلت امورها وبعد ما صار عندها معارف في الدولة ظلت تحكي بهذه الطريقة، وهي طبعا كان مستواها نفس مستوى زينب، لكن بعد ما صار انه ظهرها قوي ظلت تحكي على زينب وترفع عليها دعوة وتحضر حسابها، وايضا تقول كل ما اسويها حساب راح اخلي الولد انه يحاولون يسدون هذا الحساب وما اخليها تفتح بث نهائيا. فاترك التعليق لكم واتمنى انكم تكتبون تعليق جميلة وايضا تعبرون عن رايكم في هذا الموضوع وعن المشاهير اللي انتشروا في هذا الوقت. اما الان وصلنا الى ختام هذا الفيديو، شكرا لك شخص تابعني لهذه اللحظة، دمتم في امان الله.